السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لاعب تونسي يثير اهتماما كبيرا في الأندية الأوروبية. كشفت صحفية ليكيب الفرنسية مساء اليوم أن النادي سامدوريا مهتم بالتعاقد مع المهاجم صاحب الأصول التونسية فارس بوسنينة، الذي تعلق حاليا في صفوف الفريق الرديف لنادي نيس الفرنسي، ويهدف إلى ضمه رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت الصحفية إلى أن سامدوريا يريد الحصول على خدمات المهاجم الشاب ومنحه أول عقد احترافي في مسيرته، لكن يجد منافسه في التعاقد مع نادي بورتو الفرنسي، الذي يرغب أيضا في الاستفادة من هذا خدمات بوسنينة. حسب ليكيب الفرنسي فإن التونسي فارس بوسنينة محل اهتمام سامدوريا وبورتو. صاحب 17 عاما قد لعب 33 مباراة مع فريقه في الموسم الكروي الحالي، وسجل 12 هدفا وقدم 3 تمرير حاسمة مع فريق نيس الفرنسي.